وصفتنا اليوم رهيبة في تبييض الوجه وترطيب وإزالة التجاعيد 3 في 1. وصفتنا اليوم لا تباع ولا تقاس بثمن الدنيا، لا تصلح فقط للوجه بل للبشرة. الأماكن السوداء أو الأماكن اللي عندك سمراء تصلح لها هذه الوصفة الرهيبة التي أكيد ستشكرينني عنها طيلة حياتك. لنتابع الوصفة ولنتابع مكونات هذه الوصفة الرهيبة. كما تشاهدون أنها مكونات جد بسيطة وموجودة بكل منزل تقريبا. أول شيء سنحتاج هذا المكون وهو دواء أسبرين أو دواء لصداع الرأس. سنأخذ فقط 3 حبات من هذا الدواء. ثم كمكون ثاني المكون الرهيب اللي هو ماء الورد، النوع الممتاز طبعا اللي كيصلح للعينين. هذه الوصفة أيضا بمثابة بوتوكس منزلي، بوتوكس طبيعي. ثم غنحتاج قطرات أو رشة أو رشتين من هذا ماء الورد اللي ممتاز واللي كيصلح للعينين. نخلط 3 حبات من الاسبرين أو حبوب صداع الرأس مع ذاك المكون اللي هو ماء الورد حتى تذوب 3 حبات هذه مع محلول أو مع ماء الورد. وبعد الخلط جيدا تذوب تلك الحبوب ونحصل على هذا القوام. ثم سنحتاج إلى زيت الغليسيرين. زيت الغليسيرين له فوائد كبيرة جدا وعظيمة في البشرة، خصوصا وصفات البوتوكس وأيضا وصفات التبييض. سنقوم بتقريبا أخذ ملعقة صغيرة فقط من هذا المكون. ثم بعد ذلك غادي نمر للمكون الرابع وهو فيتامين سي الرهيب في البشرة بكل أنواعها، خصوصا البشرة المتضررة والدهنية والمنهكة نتيجة الشمس أو الاحتراق الكلف. كتعالج كاع انواع مشاكل او كاع انواع البشره وكاع المشاكل اللي يمكن تعاني منها. ثم غادي نحتاجو تقريبا قطرات قليله، عينك ميزانك، تقريبا 2 أو 3 قطرات من زيت او زيت غليسيرين. ثم بعد ذلك سنمر الى المكون الخامس على ما اظن، نعم الخامس، وهو الألوي فيرا. ومن لا يعرفها، هذا المكون الرهيب الذي يعطي نتائج مبهرة سواء في الشعر وحتى البشرة. سنأخذ تقريبا ملعقة واحدة صغيرة. ثم بعد ذلك سنخلط المكونات معا، نخلطها جيدا حتى نتأكد أن المكونات الخمس تجانست مع بعضها البعض. قلنا حبات صداع الرأس، ثم ماء الورد الممتاز، زيت الغليسيرين، فيتامين سي، ثم الألوي فيرا. نخلط المكونات جيدا بهذه الطريقة، نطرب بها حتى تختلط وتتجانس مع بعضها البعض. أخيرا غادي نكونوا حصلنا على هذا القوام هذا. ثم
ثم غادي نضيف بعض شعيرات من الزعفران الحر، هذا هو المكون الرباني الرهيب المعجزة، وهذا هو مربط الفرس في هذه الوصفة. فهذه الوصفة سيدها هو مكون الزعفران. غادي ناخذ شعيرات قليلة فقط، كيف ما كتلاحظوا يكفي هذا القدر. الزعفران الحر بمقداره ولو قليل كيعطي نتائج مبهرة جدا جدا. ثم غادي نحاولوا نسحقوه مزيان باش نعاونوه انه يتطلق لنا في الوصفه ديالنا. ثم كنضيفوه على هذاك الخليط اللي حصلنا عليه او هذيك الوصفه اللي حصلنا عليها. ثم بعد ذلك من بعد ما زدنا او ما ضفنا الزعفران غادي نقوموا بالخلط ديال داك الشعيرات الزعفران مع او في ديك الوصفه، نخلطها جيدا باش نساعدوا هذا الزعفران انه يطلق دوك المنافع ديالو ودوك المكونات ديال وسط هذا المحلول هذا ديال هذه الوصفه. ثم اخيرا حصلنا على هذه الوصفه. غادي نقوموا بوضعها في واحد الاناء او واحد القنينه كيف ما تسموها او بواطه. يستحسن انها تكون زجاج باش تحافظ على الطراوه ديال المكونات، لان البلاستيك مضر طبعا. لذلك غادي نقوموا بوضعها في هذه القنينه هذه اللي غادي صغيره طبعا، اللي غادي تستوعب فقط هذه الكميه القليله ديال هذه الوصفه. كتستعمل فوق بشره نظيفه من بعد ما غسلنا البشره، كتستعملوا كنحطوها بحال هكا وعلى شكل واحد المساج خفيف باش البشره ديالنا تشرب هذاك المكون وتمتصه تماما. هاد الوصفه غادي تجربوها وغادي تشكروني طيله حياتكم، فهي وصفه رهيبه اعطتني نتيجه. انا اولا ولو عندك حتى 70 سنه غادي تصغرك اكثر من 20 سنه. كتحارب التجاعيد، كتبيض، ايضا كتصفي البشره، فهي 3 في 1. كتعطي بزاف ديال النتائج في وصفه واحده فقط. الى هنا كنكونوا حصلنا على الوصفه. هادو هما المكونات ديالنا. كيف ما كتشوفوا ملي كنقوموا يعني بوضعها على المكان او البشره اللي حنا بغينا نداويوها، كنقوموا بواحد المساج خفيف، ومع الاستمرار ديال يعني كنقوموا بالطبطبه على اليد وكنعملوا لها واحد المساج خفيف. البشره كتشرب او كتمتص هذوك المكونات، وبالتالي كنخليوه واحد المده. ثم يمكن لنا نغسلوا البشره ديالنا، كنستعملوها تقريبا بعض الايام في الاسبوع على حسب الدرجه ديال تضرر البشره ديالك، وبالتالي كنحصلوا على واحد النتيجه مبهره. والنتيجه كتكون من الاسبوع الاول تقدري تستعمليها فقط 3 ديال المرات والنتيجه تكون واضحه وباينه. المكونات اللي قدامكم ها هما بساط بزاف. هنا حطيت لكم المكونات كاملين اللي احتاجينها في هذه الوصفه، واللي هما فقط مكونات بسيطه وموجوده في كل منزل. كل شخص فينا عنده هذه المكونات هادو اللي رخاص الثمن لكن نتيجتهم غاليه جدا. شكرا لكم، دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنسوش لايك والاشتراك بالقناه باش يوصلكم دائما كل جديد وصفاتنا اللي غادي تنال الاعجاب ديالكم واللي غتشكروني عليها دائما طيله حياتكم.